عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون صحة فطوركم خوتي ورمضان مبارك. جينا نتكلموا على زوج مواضيع. الموضوع الاولاني تاع رامي بن سبعيني راهو كيما نقولوا السبت خلى تربص وراح. بون اصابه اكيد راح يروح، اصابه صارت له يعني راح بصح عباك باللي راه كل يوم يروح واحد، الله ربي يجيب الخير على كل حال. دوك نقرا لكم راهي نشرتها الاتحاديه. وعندنا كان واحد الكلام تاع فريد معطاوي عجبني مليار. حط النقاط على الحروف، تكلم واحد الكلام من اروع ما يكون بكل صراحه. يعني حتى النقاط اللي تكلم فيها من اروع ما يكون. حط النقاط على الحروف. دوك نخليكم تسمعوه. كلام يعني والله غير بارك الله فيك، كلام منطقي لابعد الحدود. دوك نخليكم تسمعوا. نبداو اولا. قال لك المنتخب الوطني نهايه التربص لرامي بن سبعيني. منح الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مساء اليوم الاحد الضوء الاخضر لمدافع رامي بن سبعيني لمغادرة تربص المنتخب الوطني المقام بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بوليفيا وأجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 19 تاركا ربي يجيب له شفاء على كل حال، تاركا مكانه لزميله محمد أمين توقاي. قرار المدرب جاء بناء على الفحوصات التي أجراها مدافع نادي بوريسيا دورتموند، واكدت استحاله لحاقه بالمباراه الخضراء المقبله يوم الثلاثاء. بالرحمن على باليش علاش راكم مخلينوه، علاش جبتوه، راكم فاهميني خاوتي. يوم الثلاثاء المقبل امام جنوب افريقيا نيلسون مانديلا ضمن اطار الدوره الوديه بون والله غير بزاف راهم يروحوا بون اصابه يعني اصابه وكيما واسمه هشام بوداوي كان مصاب عيطوا له هو مصاب. بالنصر عيطوا له. بالنصر ما على باليش يا خوتي، لان بالنصر ما كانش عنده اصابه في الميلان، لعب مباراه بالك تصاب في التدريبات ولا قال لك عالم طفيف العلم عند الله. المهم كثرت باللي راه جا راه راح كل يوم راح واحد. جاميش التربص كيما هذا. ما رانيش اللوم في بيتكوفيتش. لا بيتكوفيتش انا قلت لكم ما عندي ما حتى مشكل. راكم شايفين بيتكوفيتش ما تكلمت في هذا الموضوع. راني نقول باللي كل يوم راه يروح واحد. جاميش التربص كيما كل يوم واحد سرح كل يوم منشور باللي راه تربص. هذا شغل كيما نقولوا ان نورمال بكل صراحه. من الاصابات ربي يجيب لهم الشفاء. جميع لاعب مصاب ربي يجيب له الشفاء. نبداو بفريد معطاوي. كلام من اروع ما يكون. اصلا قبل ما نبداو في فريد معطاوي لان راح يتكلموا. قال لك باللي الصادي تكلم هنا دوك يتكلموها باللي تكلم للصحافه وقال لهم باللي التشكيله اللي دارها بيتكوفيتش مختلفه 70% على التشكيله القديمه يعني تاع جمال بلماضي. دوك يتكلم عليها معطاوي يقول لهم كان صايم، كان ماشي. قال لهم هذيك الهضرات هو تخصو، هو ما تخصنيش انا راني نشوف بعيني. قال لهم العكس، هو بالك كان صايم باش يقول 30% قال 70%. بون هذيك التشكيله نعاودوا نولوا ليها نشوفوا صادي اللي قال لهم 70% تغيرت. مندريه اساسي مع جمال بلماضي، مندي اساسي مع جمال بلماضي، عطال اساسي مع جمال بلماضي، بن طالب اساسي مع جمال بلماضي، ايت نوري اساسي مع جمال بلماضي 5 6 زروقي اساسي مع جمال بلماضي، شايبي اساسي لعب ومدلو عده فرص وكان يلعب ويماركي اساسي 7 بن طالب اساسي مع جمال بلماضي، قويري اساسي غير هذيك الاصابه اللي جاتو وكان مباراه ما لعبهاش. اول مباراه تلعب اساسي ولعب اساسي قويري هكذا ولا لا. براهيمي ما كانش في المنتخب وبونجاه اساسي. لاعب واحد برك يعني في التشكيله هذه تغير غير لاعب واحد هو براهيمي. كيفاش هذه 70%؟ على بالكم باللي تحيروا دوك تسمعوا علاش يحيروا. اسمع معطاوي واش يقول. اسمع. سوف أتحدث بقبعتين. سوف أتحدث بقبعة المحلل المنطقي، وسوف أحاول أن أضع تلك القبعة التي يحاول البعض ارتدائها في بعض الأحيان. أي قبعة فريد؟ أسمع. قبعة رؤية بالماضي وهو يلعب يوم أمس مباراة بوليفيا. بالماضي لم يكن في الميدان. رأينا منتخب وطني جزائري ضد منتخب بوليفي بناخب جديد. علينا أن نتحدث وفق هذا المنطق. البعض يريد إقحام بالماضي كلاعب وكمدرب. الماضي اليوم صار من الماضي، دعوكم من بالماضي. أنا أولى النقاط هذه عنده الحق فيها، لان هما يجوا لك يقول لكم واش مازالكم تقدسوا بالماضي، مازالكم تعبدوا بالماضي بقى لهم عقده. كي الخروطو، كي المحللين، كي المعلق تاع البلاطو، كي المعلق تاع وسبو الشرات الصومبي تاع ليس مثل الماضي. حتى وصديق لهم تبدلت التشكيله 70% مع العلم انه كاين غير لاعب واحد برك في التشكيله اللي باقي كاع
كان يلعب بها جمال بالماضي اساسي، يعني باش تشوف باللي دار لهم عقده بالماضي، راك فاهم؟ دار لهم عقده، يجيو لك التعليقات يقول لك بس انا كنت تهضروا على بالماضي، خلاص بالماضي من الماضي، قولها لروحك او خلى لك عقده، خلى لك عقده. شوفوا بيتكوفيتش في البون شغل انجيلوتي ما يتنيرفاش، هذه المباراه الاولانيه تاعو دوك تخرجوا دوك جاب شعره بيض على كل بصح دوك يتفرطس معاكم، يتفرطس. راك شايف كيفاش المعلق المحللين الشرات غير على بالماضي وكاع شافوها الصومبيتي، هما راهم يتكلموا على بالماضي. كيفاش تحبني انا ما نتكلمش؟ سينو راه ما نجي نرد عليك ولا نرد عليكم مع طويقه لكم بالماضي يا اخي، راكم تقولوا من الماضي انساه، ما كانش في المباراه. عندك منتخب جديد كما قلتها له انا في الفيديو، عندك منتخب جديد، عندك مدرب جديد، تحكوا لنا على المباراه هذه بلا ما تبداو الشباب. قال لك جامي درنا استحواذ مهابل خوت، قال لهم عقده، اقسم بالله ماشي احنا اللي مرض بالماضي، انتوما اللي مرض بالماضي راك. وكاين اللي يحبك باريزون تنتقد يقول لك نو. انا بيتكوفيتش ما نلومو في المباراه هذه اللي ربحها، ما نلومو في المباراه الجايه سواء يربحها سواء يخسرها. على بالك وقتاش بيتكوفيتش يبدا يتلام في المباريات الرسميه تاع تصفيات كاس العالم، يعني ما كانش اللعب، يعني اي اخفاقات الاقصاء هذه ما تهضر معايا ما نهضر معاك. ان شاء الله ننجحوا وان شاء الله نربحوا، ونتمنى الجماهير اللي راهي تتمنى باريزون بخساره المنتخب ما نضحوش بالمنتخب على جال اشخاص كي يهزموا هما العامل تاعهم يبان، راك فاهم؟ اذا صارت لهم اخفاقات يطيروا، ما نتمناش الاخفاق، ما نتمناش باش يطيروا، راك فاهم واش حبيت؟ ما نتمناش الاخفاق للمنتخب على جال باش يطيروا، راك فاهم؟ اسمع التي سوف أتوقف عندها، توقفت عند ذلك العدد الضئيل من الجماهير التي حجت إلى ملعب نيلسون مانديلا في سهرة رمضانية، وأتمنى عودة الجماهير للالتفاف حول المنتخب الوطني كأول ملاحظة. ثاني ملاحظة، شاهدت أيضا أرض. قبل ما نخليكم تسمعوها هذه تاع الجماهير هذه، بون انا ما نقول حتى لواحد يطلع ولا ما يطلعش ولا يدير ولا ما يديرش، انا ما عنديش، انا ما نتحكمش انا في الجماهير، ولكن واش حبيت نقول يعني الجماهير باغ اكزومبل بالماضي خلاص راح يعني، وانا نتمنى ما يوليش، قلت لكم السبب لان امبوسيبل يولي، ما نحبوش يخدم مع العباد هذوما، ما نحبوش يخدم في الشوشره والهبال، وفهمتوا واش حبيت نقول لكم؟ ولكن خلاص راح بالماضي. هكذا عندك مدرب جديد يخفق يروح يخدم مليح يريح، ما تجيش ضد المنتخب، هذا ما كان، راك فاهم واش راني نقصد؟ ما رانيش نقول لك تما روح مع صادي وطبل صادي للاعبين، انا راني واقف على المنتخب واللاعبين. بيتكوفيتش وما رانيش واقف مع واسمه الاحصائيات او النتائج تاعو هي اللي تحكم عليه. يقدم مليح علينا، لا هذا هو المنتخب تاعنا، ما يقدمش مليح يرفد قبطو ويروح ذهب صادي، راك فاهم ولا لا؟ اسمع، ميدان نيلسون مانديلا جميلة وتصلح لأداء كرة القدم، وأتوقف ولا أضيف. شاهدت ايضا يا سمعتوا قال لك يعني في وقت مضى الارضيات كاع كارثيه، دوك يسقموا، قلناها يعني دوك يسقموا الارضيات وكلش. يا عباد ان عموره في نهايه المطاف وهو يلعب مع بيتكوفيتش دخل بديلا ايضا ولم يكن اساسيا. صدعوا لنا راسنا، لا تشفاو لي خروطه، صدعوا لنا راسنا. عموره كيفاش عموره في هاولك، على ما تقولوش كيما كنتوا تقولوا، هاي ديك المشكل. هو عموره في اول مباراه يدخل، يا اخي عموره طياره، راهو من احسن الهدافين في اوروبا، كيفاش يدخل بديل؟ وياسين ابراهيمي اللي يلعب في قطر جا ديريكت دا شهر القائد وداه هو بلاصه ولعب اساسي، عنده عام ما لعبش ولا عام ونص ما لعبش في المنتخب، جا اساسي، راك فاهم؟ وعموره ما ضربتوا النح يا اخي، كنتوا دايرين الحاله على عموره. هاي ديك النفاق اللي ما نحبوش، انا النفاق اللي ما نحبوش. انا بالماضي كنت ننتقد في المباراه حتى نربحوا، نجي نقول ما قدمناش شوط اول كارثي فوز بطعم الخساره، خساره بطعم الفوز. ننتقد بيتكوفيتش ثاني، ما تجيش تمنع عليا ننتقد كيما ننتقد بالماضي، كيما ننتقد بيتكوفيتش. كاين مرة مش حابين كاع تنتقد، حابين نولي نطبل شغل تطبع لا نهايه. بالماضي وما كنتش نطبل له، بالماضي كي كان يقدم اداءات مليحه كنت نقول له يقدم اداءات مليحه، وكي ما يقدمش نتكلم على المباريات ونقول كارثه. نقول مباراه ما والو، ما شفنا والو، شوط اول كان كارثي حتى دخل لاعب غير هذا اللي مدى رياض محرز وانتقدته كي ندافع عليه، دوك راني ندافع على امر تاع حقيقي. ما تمنعنيش، ما انا ماشي كيما انت، راك فاهم ولا لا؟ اسمع وتمتع.
شاهدت أيضا أن معظم التشكيلة التي دخل بها بيتكوفيتش كانت تشكيلة الناخب الوطني السابق، كدليل على أن الرجل لم يخطئ في اختياراته لبعض اللاعبين. لكن صديق قال أنه التشكيلة غيرها بيتكوفيتش بنسبة 70%. شكون اللي قال هذا؟ تصريح وليد صادي أمس للصحافة الجزائرية، قال وليد صادي غير يعني تشكيلة المنتخب الوطني بنسبة 70%. ربما ما قاله صادي يلزم صادي ولا يلزمنا. ما شاهدناه أن التشكيلة التي لعب بها بيتكوفيتش كانت عكس ما قاله صادي. ربما صادي لم يفتر وصرح وهو صائم. التشكيلة كانت 70% من تشكيل الناخب الوطني السابق. راني وريت لك باللي كان غير ابراهيمي 99%، ماشي 90%، 99% او قول 95%، لاعب واحد ابراهيمي هذا ما كان. شاهدت ايضا اصرار جميل لبعض اللاعبين. اسمع مير بيتكوفيتش بعد اللقاء يقول اهم شيء بالنسبه لي هو الفوز، عكس ما كان يقوله البعض لنا عندما كنا نلح على الفوز في المباريات الوديه، ويقولون لنا دعك من الفوز وعليك ان تؤسس وتبني. بيتكوفيتش ايضا يمتلك نفس النهج الفلسفي في ادائه وفي تصريحه، وهو يصرح بهذا التصريح. الان يعني قال لك باللي بالماضي كي كان يربح يقول لك حنا بون النتيجه ما تهمناش، ربحنا 3-0 ضد منتخب بس ما شفناش اداء. قال لهم بيتكوفيتش راه يقول كيما المهم النتيجه، ربحنا ما يهمش الاداء، المهم ربحنا. راك فاهم كيفاش؟ قال له فهم. كل هذه الامور انا اراها من الناحيه المنطقيه. اذا اردت ان اضع قبعه الغير اقول واجهنا منتخب ضعيف وضعيف جدا، يعني يقبع في المرتبه 116 عالميا، 86 عالميا. بعد ما خسر معنا ما على باليش شحال بون ما ينقصولوش بزاف لانه هو ضعيف. يعني لو كان تعادل يدي لنا نقاط بزاف، ولو كان ربحنا يدي لنا نقاط مليار. 86 معطاوي. هل كان ضعيفا في مباراة أمس؟ نعم كان ضعيف ولم يكن بذلك المستوى الذي يراه البعض. رغم كل ذلك يا عباد أنا أقول وأصرح وأصر على أن مباراة أمس من العار ومن العيب أن نحكم فيها على بيتكوفيتش ونفتح النار على بيتكوفيتش ونقول بأننا لم نشاهد مباراة في القمة من حيث الأداء والنهج التكتيكي وما إلى ذلك. أنا عنده الحق، وهذا وش قلته أنا. مباراة بوليفيا وحتى مباراة جنوب إفريقيا بالكاد أقول بيتكوفيتش سوف يحاول التعرف على بعض الأسماء وبعض الملامح لبعض اللاعبين وكيف يؤدون على أرضية الميدان. لذلك أنا ضد من يفتح النار على بيتكوفيتش وضد يعني عزوف الجماهير عن الالتفاف حول المنتخب الوطني، وضد أيضا التوقف عند ما قام به إبراهيمي سواء بالسلب أو بالإيجاب. إبراهيمي لاعب جزائري يجب أن نحتضنه ويجب أن نعطيه كل الإيجابية حتى يعود إلى المنتخب الوطني بالصورة المثلى التي ننتظرها. فقط أقول يعني بالنسبة لإبراهيمي لو صرح الناخب الوطني السابق بما جرى بينه وبين إبراهيمي لثار كل الجمهور اليوم ضد إبراهيمي. بالماضي حمى إبراهيمي عكس مثلا بيتكوفيتش عندما سئل على محرز قال بأنه اتصل به وطلب الإعفاء لأنه لا يتمتع بال. هذه نقطة مهمة جدا. قال لك باللي جمال بالماضي كان يحمي في اللاعبين، حتى وصل مع اللاعبين او اللي رفضوا او اللي ترددوا ولا كان يحميهم دائما وما يعطيش صحيح، يتحمل هو المسؤولية والسب والشتم او باريس الانتقادات كاع يشدها هو. قال لك حتى ياسين ابراهيمي يزير حتى قال لهم روحوا اسكسوا هو. راك فاهم كيفاش؟ قال لك بصح بيتكوفيتش جعل رياض محرز طرطقها ديريكت في المؤتمر الصحفي. هكذا الناس كاين باريس الناس اللي تحب تكره محرز وتكره محرز. المستوى الذهني الذي يؤهله لتلبية الدعوة، عكس الناخب الوطني السابق الذي لم يصرح ولا بكلمة في حق إبراهيمي. للذين يتحدثون اليوم يا عماد حول محرز ويريدون يعني حرق مسيرة هذا اللاعب مع المنتخب الوطني، أذكرهم بأن إبراهيمي رفض على مدار سنة أو أكثر تلبية دعوة الناخب الوطني السابق، واليوم هو بيننا وقدم الشوط أقول في مباراة أمس يليق بسمعة هذا اللاعب، وحمل شارة القائد أيضا مثل ما قلنا في الحصة الماضية. فقط يترك محرز يرتاح
لأنه متعب من الناحية الذهنية، وسوف يعود ربما مثل ما عاد براهيمي يوم أمس بعد غياب دام أكثر من سنة. لنكن إيجابيين ولنقل نحن مع بيتكوفيتش ومع المنتخب الوطني لندفعه إلى الأمام، لأننا طوينا صفحة وهي صفحة جديدة. اليوم بيتكوفيتش عامل ببعض الأوراق التي وضعت على الطاولة أمامه. بيتكوفيتش لم يختار هذه القائمة، وسوف مع مرور المباريات والوقت سوف يذهب لمعاينة العديد من اللاعبين، وسوف يتوقف عند بعض الأسماء التي يجب أن تزاح وأخرى التي يجب أن تكرس في قائمة أو تشكيل الأساسي الذي يدخل به المباريات. نقطة أخرى ربما كنت سوف أنساها، بيتكوفيتش أيضا لم يقحم بالعيد يا عماد، وأقحم طوغاي. حتى التغييرات كانت مثل ما كان يقوم به بالماضي. لذلك أرى بأن هناك تطابق كبير في سمعتوا خاوتي؟ بالعيد ثاني كانوا دايرين عليه حاله عموره بالعيد ما راهمش يلعبوا اساسيين، قال لك جا بيتكوفيتش ما لعبهمش اساسيين، وراكم اللي كنتوا تطاكي وكذا. هذا واش نقدر نقول لكم، والله غير كلام من اروع ما واحد النقاط حساسه جدا حطها دايركت. شكرا معطاوي، بارك الله فيكم خوتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.